كلنا مرينا باللحظة دي، لحظة بتفضل معلقة في دماغك. موقف حصل ونقاش انتهى وانت رجعت البيت او قعدت مع نفسك، وفجأة عقلك فتح لك بنك الردود القوية. فاكر لما كنت في خناقة او نقاش حاد مع حد ودماغك وقتها كان فاضي او متلخبط لدرجة انك ما قدرتش تقول الكلام الصح في الوقت الصح. لما المشكلة خلصت وانت بقيت لوحدك، فجأة تيجي الردود زي الصواريخ. كان المفروض اقول كذا، يا ريتني رديت عليه بالرد الفلاني. دي كانت هتبقى القاضية. الظاهرة دي كلنا بنمر بيها، وليها اسم في علم النفس، افتر صوت، اي بمعنى بعد التفكير. سؤال ليك بقى، هو ليه بنفكر في ردود قوية بعد ما المشكلة تخلص؟ ايه اللي بيحصل في دماغنا يخلي ذكائنا متأخر؟ عشان نفهم اللغز ده في 3 أسباب رئيسية ومهمة جدا هتوضح لك ايه اللي بيحصل في مخك، وهتخليك تبص للمواقف دي بصورة مختلفة تماما. السبب الأول المعدي والضغط النفسي. وقت المشكلة دماغك بتتجمد من كتر الضغط. تخيل انك في امتحان شفوي ومضغوط جدا. في اللحظة دي دماغك بيكون بيواجه جمل رهيبة جدا، بيحاول يسمع ويفهم ويحلل ويدور على رد في نفس الوقت. الضغط والقلق بيخلوا الجزء المسؤول عن التفكير المنطقي والذاكرة السريعة اللي اسمها الذاكرة العامة بتتجمد أو بتشتغل بكفدي قل. عقلك بيكون مشغول برد فعل القتال أو الهروب، مش بإنتاج الرد المثالي. 2. التركيز المتأخر والهدوء. لما بتسكت ودماغك بتروق بتيجي الأفكار. لما المشكلة تخلص أو لما ترجع البيت وتقعد في هدوء، الضغط بيقل. دم دماغك، الدم اللي بيوصل للمخ، بيرجع يتوزع بشكل طبيعي. مخك بيقدر يوصل للمعلومات والذكريات اللي كانت متخزنة بصورة دي. وقت الضغط في الهدوء ده عقلك بيقدر يربط الأفكار ببعضها ويجمع المعلومات اللي سمعها في النقاش. ده بيخليه يكون سيناريوهات لردود كانت ممكن تتقال. لحظة واحدة بس، لو لسه مكمل معانا لحد هنا ومبسوط بالكلام اللي بنقوله، ما تنساش تدوس على زرار اللايك الجميل ده بيساعدنا جدا نوصل لأكبر عدد من الناس. يلا بينا نكمل. 3. طبيعة التعلم من التجربة دي تقبل. عقلك بيراجع اللي فات عشان يتعلم للمرات الجاية. الردود اللي بتيجي بعد المشكلة مش بس مجرد حصر على اللي فات، هي جزء من عملية التعلم من التجربة. دماغك بيستخدم الموقف اللي فات وبيحلله عشان يخزن الردود دي ويجهزها للمستقبل. كأن عقلك بيعمل لنفسه تدريب محاكاة، بيشوف ايه اللي كان ممكن يتقال أحسن وبيجهزه للموقف دي جاي. وده بيخليك مع الوقت أذكى وأقدر على الرد بسرعة في المواقف المشابهة. يبقى الردود القوية اللي بتجيلنا متأخر دي مش ضعف مننا، بالعكس دي بتوضح كفاءة دماغنا في تحليل المواقف والتعلم منها. بس لما يكون في هدوء ومفيش ضغط، المرة الجاية لما تفكر في رد كنت المفروض تقوله، ما تلومش نفسك. اعرف ان دماغك كان بيشتغل عشان يخليك نسخة أفضل وأذكى للمرات الجاية. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا الجديدة اللي بنحاول فيها نفهم أغرب وأهم الحاجات اللي بتدور حوالينا. سؤال ليكو قبل ما تمشوا، ايه أكتر موقف فكرت فيه في رد قوي بعد ما المشكلة خلصت؟ شاركنا في الكومنتات. أشوفكم في فيديو جديد وفكرة جديدة ورحلة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.